السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. وناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأسرة المالكة حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم، نبايعهم على السمع والطاعة والولاء. أنا كنت عسكري في قوات الطوارئ الخاصة، وذا الحين مفصول بسبب غياب، وأريد من الله وأطلب من الله عز وجل ثم منهم إعادة خدمتي، وأوجه لهم هذه القصيدة: لا إله إلا الله اللي عززت هيبتنا وانتصرنا لين قرت راية الإسلامي، من بداية ديننا ما تختلف عادتنا، كل ما قدمنا لغزوة تثبت الأقدامي، جيل يتبع جيل نمشي في رضا قدوتنا، الرسول اللي بسيفه حطم الأصنامي، مرحبا وإحنا بنهجه في رضا قادتنا، ما يغيرنا الغزو الفكري ولا الإعلامي، ديننا وبلادنا وملوكنا نادتنا، والله إنا لا نحطم لأجلها الأرقامي، يا ملكنا العزم عزمك بالفعل ثبتنا، يا ملكنا الحزم يا سلمان يا ضرغامي، يا ملكنا هيبتك في المعركة زادتنا، والله إنا لا نوردها ويروى الضامي، قصدنا ثنتين من ماضي الزمن غايتنا، النصر ولا الشهادة تنحر الأخصامي، نردع الأخصام قول وفعل عن دولتنا، كان ما نحمي وطننا حقنا الإعدامي، رفرفت بالعز من فوق السحب رايتنا، لين عانقها محمد في المقام السامي، من جزاتك يا ولي العهد في خدمتنا، نرخص الأرواح في خدمتك ما نلامي، أمن واستقرار نهضة تفرض سيادتنا، كل ما كبرت تقول أنا لها قدامي، يا صقر سلمان نظرتك بعدت نظرتنا، يا محمد رؤيتك تحقيق لا الأحلامي، كلنا قوة طواري نحتمي قالتنا، والحقائق نورها يكشف عن الأوهام. سلامتكم.